في البداية أحب لو حبيت نتكلم عن الشاعر عمرو المصري. يعني الشاعر عمرو المصري شاعر متميز. أشعر دايما بتطورات ونقل عالي جدا في شعره. وهو شاعر عامية متميز في القطر المصري. أشعر إن في يوم من الأيام عمرو المصري ده هينبغ نجمه في سماء مصر والوطن العربي بصورة عالية جدا. ويمكن التجربة الجديدة اللي هو عملها كان بعد تجربة قصر النيل التجربة الشعرية الجديدة، وهي تحويل ديوانه من المرئي إلى المسموع، ومن تحويل الديوان المكتوب والمسموع إلى المرئي. ودي نقلة جميلة، وإن شاء الله تبقى حالة جديدة لكل الشعراء، وأتمنى ان ينحى بيها منحى مختلف خالص عن كل الشعراء العامية في مصر. وهو فعلا بحق هو شاعر مختلف في الطباع. طبعا انا يهمني في المقام الاول ان نتحدث عن الديوان اللي هو الذي يدور حوله الحديث، هو نقطة التفتيش. ديوان نقطة التفتيش هو نقطة تحول عالية جدا في شاعرية عمرو المصري، وخاصة القصايد اللي هي في الديوان بتاعته: شجر الدر، قصيدة أناكوندا، قصيدة الجموح. دي قصايد متميزة، قصيدة فراشة، قصيدة حديقة الطفل، قصيدة محطة مصر. ويمكن برضو بنحس في قصيدة محطة مصر ان في رباط يربطها بين ديوان نقطة التفتيش وديوان قصر النيل. برضو بيحسسني بتجليات المكان عند الشاعر عمرو المصري. وهذا الشاعر أتمنى ان يصل إلى جميع الناس في كل مكان، زي ما وصل لي وزي ما وصل لمعظم محبين عمرو المصري. وفي يوم من الأيام هنقولوا عمرو المصري فعلا حالة متفردة، حالة مميزة في الشعر العامية. والوقت ده مش بعيد قوي، ممكن يكون شهر، ممكن يكون 2، ممكن يكون سنة، إنما في فترة وجيزة جدا عمرو المصري سوف يبزغ نجمه.